فكرت تقدم على شغل في الحكومة أو حتى في القطاع الخاص؟ فكرت مرة لو قالوا لك عندك اي سي دي ال أو معاك اي سي دي ال هترد تقول لهم إيه؟ تعالى بقى أنا أقولك على السريع إيه هي الاي سي دي ال وبالبلدي خالص. أولا يعني إيه الاي سي دي ال؟ اي سي دي ال دي مش حاجة تخوف ولا حاجة صعبة، دي ببساطة رخصة بتقول إنك بتعرف تتعامل مع الكمبيوتر زي الناس المحترفين. يعني إيه؟ يعني لما تروح تشتغل أو تقدم في جهة حكومية الناس بتسألك أنت بتعرف تستخدم الكمبيوتر؟ هتقول لهم أيوه ومعايا شهادة تثبت كده اسمها الاي سي دي ال. طيب إيه اختصار الاي سي دي ال؟ الاي سي دي ال يختصر لي International Computer Driving License، يعني بالعربي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. طب الاي سي دي ال ده بيعلمني ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، الاي سي دي ال ده عبارة عن كورس فيه 7 دروس، كل درس بيعلمك حاجة مختلفة عن الكمبيوتر. تعال نمشيها واحدة واحدة. رقم واحد كمبيوتر Essentials، يعني الكمبيوتر from A to Z. يعني ايه هو الكمبيوتر وبيشتغل ازاي؟ يعني ايه ويندوز؟ طب ازاي تفتح وتقفل جهازك؟ ازاي تنقل ملفات؟ ازاي تنشئ فولدر جديد؟ ازاي تحط فلاشة؟ ازاي تحذف حاجات and so on. يعني بالبلدي خالص ازاي تتعامل مع الجهاز نفسه. رقم اتنين اونلاين essentials، يعني الانترنت، اساسيات الانترنت. ازاي تدخل على جوجل وتدور على حاجة، ازاي تستخدم جيميل واليوتيوب، ازاي تفتح فيسبوك وتبعت ايميل، ازاي تحافظ على نفسك وانت على النت، يعني بتتعلم ازاي تمشي صح على الانترنت. رقم ثلاثة الوورد بروسيسنج اللي هو برنامج الوورد، ازاي تكتب ملف وتعدل عليه، ازاي تغير الخط واللون، ازاي تعمل سي في، ازاي تحفظ الملف بصيغة بي دي اف وتطبعه. رقم أربعة السبريد شيتس اللي هو برنامج الاكسل، ازاي تعمل جداول وازاي تعمل رسم بياني وازاي تحسب حاجة، يعني بالبلدي خالص بتتعامل مع الفلوس والحسابات والنظام. رقم خمسة برنامج الباوربوينت، بيعلمك ازاي تعمل شرايح زي اللي بنشوفها في الجامعة او الشغل، ازاي تحط صور وتكتب عناوين وازاي تعمل برزنتيشن، يعني بالبلدي خالص ازاي تعمل شغل محترم قدام الناس. رقم ستة الاي تي سيكيورتي، امان الكمبيوتر، ازاي تحمي جهازك من الفيروسات، ازاي تعمل كلمة سر قوية، ازاي ما تبقاش تحية هاكرز. رقم سبعة اونلاين كولابوريشن، ازاي تشتغل على ملفات مع ناس تانية زي جوجل درايف، ازاي تستخدم زوم او تيمز، ازاي ترفع ملفات على النت وتبعتها. طب الامتحانات بتمشي ازاي؟ لكل درس امتحان لوحده، وتقعد قدام الكمبيوتر والسؤال يجي وانت تختار الإجابة، وعلشان تنجح لازم تجيب فوق ال 75%. طب الشهادة شكلها بيكون عامل ازاي؟ بعد ما تخلص الامتحانات كلها وتنجح بيبعتولك شهادة مكتوب فيها اسمك ووحداتك وتاريخ النجاح، تقدر تستخدمها انك تقدم بيها في اي شغل. وده كان باختصار شرح الاي سي دي ال. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. سلام.